فانتازي الدوري الانجليزي ونصائح الجولة ال 22 من الدوري الانجليزي الممتاز. للي بيتابعنا لاول مرة فانت تمام يا باشا، انت زي الفل، مفيش اي حاجة. انت هتشوف نصايح، هتشوف احسن اختيارات للجولة، هتشوف اكبر لعيبة ممكن يعتمد عليها وتجيب نقط في الجولة. اما اللي متابعنا من فترة فهو عارف ان مش انا اللي بصور الحلقات دي، ده معتز هو اللي بيصورها، لكن الجولة دي معتز اصلا خارج حدود المحافظة اللي احنا بنصور فيها، فمعلش استحملوني، هكون ضيف ان شاء الله خفيف عليكم الحلقة دي، ومعتز بعد كده يرجع ان شاء الله يصور كل الحلقات. فالحلقه هتتصور بنفس الفورمات وبنفس الفقرات وبنفس النصايح اللي احنا برضو مطلعينها مع بعض انا ومعتز، وان شاء الله تكون حلقه كويسه عليكم وتكون الجوله اللي جايه جوله لذيذه عليكم. عندنا شغل كتير جدا بقى وفقرات كتير عايزين نتكلم فيها وتحضيرات كتير عايزين نقولها، فاعمل لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه وتابعنا على اكونتات السوشيال ميديا تلاقيها في الديسكريبشن، ويلا بينا على طول نخش عشان خاطر ما نضيعش وقتك. كانت حلقتنا اللي احنا بنبدا فيها معاكم بفقره مين يزور ومين يغور، مين اللاعب اللي تجيبه للفريق بتاعك ويفضل مكمل معاك كام جوله بعد الجوله دي، ومين اللاعب اللي خلاص بقى كده خلصت بقى وخلاص كده صبرت عليه كتير وجيت دور دلوقتي ان هو يمشي بره فرقتك. علشان نعرف نحدد مين اللعيبه دي تعالى اقول لك على اكتر فرق عندها سهوله في الماتشات في الجولات اللي جايه. ركزوا على برايتون وركزوا على فولهام، وزي ما ظهر قدامك فان برايتون عنده لوتون تاون على الملعب لوتون تاون، وخلي بالك دي تفصيل مهم، لان ملعب لوتون تاون من اصعب الملاعب اللي موجوده في الدوري الانجليزي وبيعرف ان هو يكسب عليه. بعد لوتون تاون برايتون عنده كريستال بالاس، بعد كده عنده توتنهام، بعد كده عنده شيفيلد يونايتد، حتى بعد كده الجولات اللي بعدها عنده ايفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست. هي ماتشات متوازنه نسبيا بالنسبه لبرايتون، علشان خاطر كده ركز معايا في اللاعب اللي انا هقول لك تجيبه من برايتون. بس تعالى نرجع لفولهام اللي عنده ايفرتون، بيرنلي، بورموس، ودي برضه هي ماتشات متوازنه، ماتشات سهله ما فيهاش حد من التوب 6 بالرغم من ان الفرق دي بدات تفوق مؤخرا، لكنها برضه ماتشات متوازنه الى حد ما. وبناء عليه فان اول لاعب ننصحك ان انت تجيبه في تشكيلتك يا صديقي العزيز الا وهو بيرفيس استوفانيان، الباك بتاع برايتون. طبعا غنى عن التعريف، مش عارف ليه انا بقول مركزه. يعني الراجل من ساعه ما رجع من الاصابه وهو مفير وهو جايب اعلى فورمه ليه. الراجل رجع من امام توتنهام في الجوله 19 ما بلانكش ولا جوله، جول ب6 نقط مع توتنهام، كلين شيت و6 نقط برضو امام وستهام، وكلين شيت و2 بونص امام وولفز. وزي ما قلت لك عندهم ماتشات تكاد تكون سهله وتكاد تكون في ايديهم، فبيرفيس استوفانيان من احد اهم اللعيبه اللي لازم تجيبها في الفتره دي قبل ما السعر يغلى. اخر مره كلمناك عن بيرفيس استوفانيان كان ب4.9، هو دلوقتي ب5.1، فخلي بالك ان سعره بيغلى بشكل بسرعه، مش عارف بشكل ايه بس بشكل سريع يعني. اما اللاعب التاني اللي تشتريه في الجوله بتاعتك او في كل الجولات اللي جايه هو كيفن دي بروين. كيفن دي بروين هو معتز كان بعتها لي 3 مرات كده. بص هو كده عند السيتي ماتشات سهله، عنده ماتشات صعبه، فالسيتي ما بيعتمدش، ولو السيتي يا عم اعتمد فكده دي بروين ما بيعتمدش. شفنا طبعا العوده الجباره بتاعت كيفن دي بروين قدام ماتش نيوكاسل، لا مفيش لعيب عادي بيعمل كده، جول واسيست و3 بونص في 21 دقيقه. وطبعا غير ان هو جاب الفوز لمانشستر سيتي، بس احنا بنتكلم كفانتازي، مفيش لاعب بينزل 21 دقيقه بيعمل جول واسيست وياخد 3 بونص وقدام فريق تقيل زي نيوكاسل. فدي بروين مفير جدا وعالي جدا، ويعتبر احد اكتر اللعيبه الفتره اللي فاتت اللي سعره زاد بشكل جنوني. احنا اخر مره كلمناك عن دي بروين كان ب 10.2، هو دلوقتي ب 10.6، فالحق اشتري دي بروين. كمان في لاعب ثالث تشتريه. هتقول لي هل فرقته عندها ماتشات سهله؟ هقول لك لا، لكن هو نفسه اللاعب نفسه في فورم حلوه جدا وعايز يرجع وشارح للمباريات. ايفان توني اللي عائد من الايقاف واللي من ساعه ما رجع من الايقاف هو مفير جدا وفورمه عاليه جدا مع برينتفورد. لعب ماتش واحد بس في الدوري الانجليزي من ساعه ما رجع قدام نوتنجهام فورست، جاب جول وخد 3 بونص. بالرغم من ان اصعب فرقتين عندهم ماتشات في الدوري الانجليزي في الجولات اللي جايه هم برينتفورد وبيرلي، فانا مش بقول لك ان انت تجيبه عشان خاطر ماتشات برينتفورد سهله زي ما ظهر قدامك دلوقتي. برينتفورد عنده توتنهام، في السيتي، في الولفز، ودبل في الجوله ال25 ليفربول والسيتي مره كمان. وطبعا يعني بيرلي برضو عندهم ماتشات صعبه جدا، عندهم السيتي وفولهام، في ليفربول، في ارسنال. لكن بقول لك تشتري ايفان توني عشان خاطر هو ذات نفسه فورمته هو والموقف اللي هو اتحط فيه، مش عشان خاطر الماتشات بتاعت الفرقه بتاعته سهله على الاطلاق. اما عن مين يغور، مين اللاعب اللي تقول له تديله استماره 6 وتقول له ده كفايه عليك قوي كده، ففلاديمير كوفال
باك نادي ويست هام اللي بدأ الموسم بداية حلوة جدا. كنت جايبه في تشكيلتي من بداية الموسم وكان عامل احلى نقط واحلى اسيستات، لكن بعد كده اختفى تماما، ما بقاش يعمل حاجة غير كل 3-4 ماتشات، غير الطرد اللي اخده في الجولة ال21 ومش هيلعب الجولة دي، وعنده بعد كده الارسنال والليفر. فخلينا نقول ان ماتشاته هتبقى صعبة جدا. فشكرا كده على كوفال. بيع الراجل ده، هو تقريبا ب 4 مليون، حوش عليه من اي حته وهات بيه ستوبينيان. لو ستوبينيان مش عندك وكوفال عندك فهم دول البديل المثالي، او ده التبديل المثالي لهذه الجوله في رايي. نمبر 1، مين اللاعب اللي احنا متوقعين ان هو هيجيب اعلى نقط في الجوله؟ متوقعين بنسبه كبيره ان هو هيبقى نمبر 1 للجوله ال 22، هو كيفن دي بروين اللي هيلعب ماتش امام بيرنلي. بيرنلي هو تاني اضعف خط دفاع في الدوري الانجليزي ب 42 جول دخل في مرماه، وبيرنلي هو خامس اكثر فريق استقبل تسديدات على مرماه، وبيرنلي هو ثالث اكثر فريق في الدوري الانجليزي. يعني اللعيبه المنافسه اللي قصاده لمسوا الكوره في ال 18 بتاعه. فبيرنلي كمنظومه على مستوى خط الدفاع ومستوى خط النص ضعيفه جدا. فعايز اقول لك ان اي حد بيلعب في السيتي عندك في التشكيله خليه ولعبهم مع بعض. انا عن نفسي عامل دبل في الجوله بتاعتي، دبل يعني 2 من نفس الفرقه اللي هم 2 من السيتي هيلعبوا بيرنلي. فبنتوقع ان مع الفورم العالي جدا بتاع كيفن دي بروين وماتش في المتناول بشكل كبير جدا بالنسبه للسيتي، فدي بروين هو نجم الجوله. هاتريك كابتن، مين الكابتن المضمون والكابتنه المضمونه اللي هتكابتنها مع كل الناس عشان تريح نفسك وتريح دماغك؟ طبعا هو كيفن دي بروين، هو اكتر لاعب مضمون باذن الله تعالى ان هو يجيب نقط في الجوله ال 22. اما الكابتنه الريسكي، الكابتنه اللي مش كل الناس هتروح تكابتنها واغلب الناس هتيجي على دي بروين زي ما قلت لك، وانت عايز تبعد بلاعب تاني، فهقول لك ان في واحد مش كل الناس واخده بالها منه، انا وهو دييجو جوتا. دييجو جوتا الجوله اللي فاتت اللي جاب فيها 19 نقطه، اخر 3 جولات اصلا دييجو جوتا جاب جون في 6 دقائق قدام بيرنلي، وعمل 2 اسيست في 26 دقيقه بس لعبهم قدام نيوكاسل، وجونين واسيست امام بورموث. وطبعا الراجل لعب الماتش كله. فجوتا في فورمه حلوه. جوتا ما فيش ناس كتيره واخده بالها منه. نقطه كمان ان هو هيلاعب تشيلسي دي ممكن تقلق الناس شويه، فعلشان خاطر كده مفيش ناس كتير هتكابتن جوتا. فالكابتن الريسكي عندنا هو دييجو جوتا. رشقت مين اللاعب اللي مش ناس كتيره مراهنه عليه ومفيش حد واخد باله منه، وانت لو عندك في التشكيله وعايز تبدله او حتى عايز تبيعه خالص، هقول لك لا خليه عندك، لانه ورهان ان شاء الله كسبان ولعب ديفرنشال جدا في الجوله ال 22، هو ايفان توني. ايفان توني برغم كل اللي بيعمله والصيت اللي واخده من بعد ما رجع، في نسبه امتلاكه 4.9%. يمكن لما الحلقه تنزل تبقى نسبه امتلاكه 5%. معنى كده ان مش كل الناس جايبه ايفان توني لصعوبه ماتشاته، لصعوبه زي ما قلت لك الماتشات اللي جايه بالنسبه لنادي برينتفورد. كمان هو سعره 8 مليون، فيعتبر سعر كبير. لو عندك ايفان توني ولسه بتفكر مثلا ان انت تحطه دكه لعيبه اساسي، لو انت بتفكر تروح تشتري ايفان توني فاشتري ايفان توني. نشنت يا فالح او خازوق الجوله، الراجل الناس كتير مراهنه عليه وهو مش هيعمل حاجه، الا وهو بالمر من تشيلسي. عنده ماتش قدام ليفربول. هو الراجل هو اللي بيقود تشيلسي، هو اكتر لاعب سايق في تشيلسي، بالرغم من ان برضه في مادويكي الراجل الوينج بتاع تشيلسي مش ناس كتير واخده بالها منه. خلي بالك انت منه وتابعه في الجولات، مش بنصحك بيه دلوقتي بس بقول لك تابعه. فبالمر بالرغم من كل ده، لكن ليفربول خط نص قوي ودفاع قوي جدا، فصعب على بالمر ان هو يعمل حاجه. فانا بقول لك ان بالمر هو الخازوق. بتفكر تحطه دكه، حطه دكه، ما عندكش اختيارات فلاعبه اساسي وان شاء الله يا عم تنفع معاك. اما عن اللهو الخفي، ده لاعب يا سيدي نسبة امتلاكه ضعيفة جدا. بالاضافة الى كده فانه هو ده هيلاعب ماتش او هيلعب في قدام فريق صعب جدا، هيلاعب فريق صعب جدا ومش ناس كتيرة عارفاه ولا ناس كتيرة واخدة بالها منه. ناس كتيرة عارفاه يعني، بس مش ناس كتيرة واخدة بالها منه خالص. فرحبوا معنا بلهو خفي الجولة ال 22 كريس وود. وانا مش فاهم ليه كريس وود ده مش نسبة امتلاكه ما عليتش الدبل بعد اللي هو بيعمله في اخر 4 جولات. الراجل في اخر 4 جولات لاعب ال 90 دقيقة كاملة وبلانك في ماتش واحد بس قدام مانشستر يونايتد. غير كده فالراجل جون واسيست امام بورموث، هاتريك في نيوكاسل، هاتريك في نيوكاسل، وجون امام برينتفورد. فهو رهان بعيد ونسبة حدوثه صعبة، خصوصا ان هو هيلاعب ارسنال ماتش صعب وتقيل عليه. لكن هو لهو خفي عايز تفرق بيه على الناس، وب5 مليون فباشا جو اون
وخليه عندك في التشكيله. مين على الدكه؟ مين اللاعب اللي دايما بيبقى موجود على دكه فرقته ولما بينزل بيبقى سوبر ساب والراجل بيهدف وبيعمل كل حاجه؟ الا وهو تروسارد من ارسنال اللي بيقعد دكه لمارتينيلي. فممكن تروسارد لما بيجي ينزل من على الدكه يعمل حاجه في ماتش نوتنجهام فورست. فوالله انت مقلق من تروسارد، خليه موجود عندك ما تبيعوش. هاتريك دريم تيم، اكتر 11 لاعب هيجيبوا نقاط بشكل كبير في الجوله ال 22. واحنا هنا مش بنحتكم لقاعده ال 100 مليون بتاعه الفانتازي، ولا ان انت لازم ليك 3 لعيبه بس من الفرق. يعني ممكن تلاقي 4 لعيبه من فرقه واحده، بس الشرط الوحيد ان احنا نكون متوقعين ان هم يجيبوا اعلى نقط في الجوله. وفي الجوله ال 22 احنا بنتعامل او بننزل بخطه ال 3-4-3 في حراسه المرمى إيدرسون مورايش مانشستر سيتي عنده ماتش امام بيرلي. وفي خط الدفاع الثلاثي بتاع خط الدفاع ستوبينان او بيرفيس ستوبينان الراجل من برايتون عنده ماتش امام لوتون تاون على ملعب لوتون تاون. وبيدرو بورو توتنهام عنده ماتش امام برينفورد. وكايل ووكر عنده ماتش امام بيرلي. اما عن خط النص فطبعا بنصاحب كيفن دي بروين هيكون امام بيرلي، وفودن برضه هيلعب امام بيرلي. دييجو جوتا هيلعب قدام تشيلسي، وجابرييل مارتينيلي هيلعب قدام نوتنجهام فورست. وثلاثي خط هجوم هم ايفان توني هيلعب ماتش قدام برايتون، وكريس وود هيلعب ماتش قدام ارسنال، وجوليان الفاريز اللي مانشستر سيتي هيلعب ماتش امام بيرلي. فهو ده الدريم تيم، وهم دول اكتر 11 لاعب باذن الله تعالى هيجيبوا نقاط في الجوله ال 22. طبعا انت هتقول لي ازاي كملت الحلقه وما جبتش سيره هالاند؟ يعني تعالى معايا. هالاند طلع عنه خبر ان هو خلاص اشترك في التدريبات ولعب يومين قبل ما يطلع المؤتمر الصحفي بتاع بيب جوارديولا في ماتش الكاس امام توتنهام. وقال بيب جوارديولا ان احنا مش هنلعب بهالاند، مش هنستعجل عليه عشان خاطر عايزين نتاكد 100% ان هو وصل للمرحله الكامله من تعافيه. فهالاند الله اعلم هل هيلعب الماتش اللي جاي في الدوري، ولو لعب فهو بنسبه كبيره مش هيلعب اساسي. فانا بقول ان دي اخر جوله، الجوله 22 مش هنقول فيها هالاند، لان هالاند ممكن يرجع يشارك كام دقيقه في الجوله 22، والجوله 23 بقى 24 عنده دبل في الجوله 25 مع برينفورد، فممكن نجيب فيها سيره هالاند. دي كل الاخبار اللي كانت عن هالاند عشان انت سالتني، فانا برضو قلت اقول لك ايه اللي بيحصل مع هالاند. وفي النهايه شكرا جدا يا صديقي ان انت وصلت معايا لحد هنا. اتمنى تكون النصايح افادتك، واتمنى يكون الكلام ده ما تمسكوش عليا بعد الجوله. يعني اتمنى ان كل الحاجات دي تدفع، لان الفانتازي المره دي والموسم ده في نظري هو موسم صعب جدا. اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم، مش هتشوفوني تاني بعد كده في حلقات الفانتازي. شكرا جدا يا صديقي، وادام الله العز والسعاده عليكم. اللايك للحلقه، سبسكرايب للقناه، وتابعنا على السوشيال ميديا. وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.